ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده جايه اقول لكم بقى على حاجات تخلي الوز عندك باذن الله يبيض بسرعه. ما تنسوش بس اهم حاجه تشتركوا في القناه يا جماعه وتدعموني حتى لو بلايك. اول حاجه لازم تعرفيها عن الوز السن المناسب. يعني الوز بيبيض، يعني بيبدأ يبيض من أول 7 شهور 8 شهور. ما يكونش عندك الوز ده أقل من كده وعايزاه يبيض. استني السن المناسب عشان الوز يبدأ عندك يبيض. تاني حاجة يا جماعة التغذية الصح. الوز عشان تبيض لازم جسمها يكون قوي وصحي. فممكن تحط لهم مثلا، يعني اما يقربوا يبيضوا كده، مثلا شويه علف على الاكل، عشان مثلا لازم كالسيوم يا جماعه وبروتين. بيض مسلوق على الاكل، قشر بيض ممكن تكسريه وتحطه لهم على الاكل. ولو عندك بقى جرجير مفيد جدا والله يا جماعه. كل ما الاكل يكون غني كل ما الوز يبيض اسرع يا جماعه. رقم 3 المكان لازم يكون مريح. الوز ده مش هيحس بالامان، مش هيبيض. لو محسش بالامان مش هيبيض. ما تحطوش في مكان فيه دوشه، فيه صوت عالي، حاجات من دي وعايزاه يبيض كده البيض هيقل. ولازم الضوء يا جماعه، الضوء لازم يخش لهم شمس كتير في اليوم. لو انتي في مكان يعني مفيهوش ضوء كتير، ممكن تحط لهم لمبة بالليل تنور لهم. هما بيحبوا الضوء، ولازم يشوف الشمس كتير في اليوم، ما يكونش مكان مكتوم وكده. وبالنسبة للذكر يا جماعة بيكون ذكر على 3 نوتش 4 نوتش. ما يكونش مثلا عندك ذكر على 6 7 نوتش، ده غلط. الذكر بيكون مثلا على 3 نوتش او 4 بالكتير قوي. لو عندك خميرة بقى، خميرة ممكن ترشلهم شوية خميرة على الأكل. خلاصة الكلام يا جماعة، لو عايزة الوز يبيض بسرعة اهتمي بالأكل. الأكل كل ما يكون يعني بيتغذوا كل ما يدولك إنتاج. ماشي. تاني حاجة وفري ليهم الراحة والضوء، واصبري شوية لأن البيض مش هيجي في يوم وليلة يا جماعة. لكن لو عملتي الخطوات دي بإذن الله النتيجة هتفرحك بإذن الله. لو الفيديو عجبكم يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد عن تربية الطيور. سلام.